في يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم. كريم كان شاب عادي بيحب القراءة وخصوصا الكتب القديمة. في يوم من الأيام وهو ماشي في سوق الكتب شاف كتاب غريب. الكتاب كان شكله قديم ومبهدل، لكن كان في حاجة غريبة جذبت انتباهه. لما فتح الكتاب لقى صفحات مليانة رسومات غريبة وكلمات مش مفهومة. كريم قرر يشتري الكتاب ورجع بيته اكسايتد. أول ما قعد يقرأ فيه حس بشيء غريب. الكلمات كانت بتتغير قدامه وكأن الكتاب عايز يقيله حاجة. بعد شوية بدأ يحس بصداع قوي، لكن ما اهتمش، استمر في القراءة. في الليلة دي وهو قاعد في أوضته سمع صوت همسات. الصوت كان جاي من الكتاب. كريم اتجمد في مكانه، لكن فضوله كان أقوى. قرب من الكتاب وسمع همسات بتقول حررني. قلبه كان بيدق بسرعة، لكنه قرر يكمل. كل ما يقرأ كان يحس إن الغرفة بتتغير، الألوان بدأت تتلاشى والجو بقى ثقيل. فجأة الكتاب فتح صفحة جديدة وظهر فيها صورة لشيء غريب. كان شكل كائن مظلم، عيونه متوهجة. كريم حس بالخوف، لكن كان عنده فضول يعرف أكتر. قرر يقرأ الجملة اللي تحت الصورة. أول ما قرأها حس بشيء غريب بيحصل. الكائن اللي في الصورة بدأ يتحرك. كريم حاول يقتل الكتاب، لكن ما قدرش. الكائن بدأ يخرج من الصفحات وبدأ يقترب منه. كريم حاول يصرخ لكن صوته ما طلعش. الكائن كان بيضحك بصوت منخفض وبيقول له: انت اللي فتحت الباب، دلوقتي لازم تدفع الثمن. كريم حاول يهرب، لكن الغرفة كانت مليانة ظلام. الكائن بدأ يمد ايده نحوه وكأنها عايزة تمسكه. كريم جري ناحية الباب، لكن الباب كان مقفول. حاول يفتحه، لكن ما كانش فيه فايدة. الكائن قرب منه أكتر وبدأ يحس ببرودة في جسمه. فجأة الكتاب وقع من ايده وفتح على صفحة جديدة. الكائن توقف وبص على الكتاب. كريم استغل الفرصة وجرى ناحية الكتاب. حاول يقرأ الجملة اللي في الصفحة، يمكن يقدر يوقف الكائن، لكن الكلمات كانت بتتغير بسرعة وكأن الكتاب مش عايز يسيبه. في اللحظة دي الكائن صرخ: لا تلمس الكتاب. لكن كريم ما سمعش الكلام. قرأ الجملة الأخيرة وفجأة الكائن اختفى. الغرفة رجعت لطبيعتها، لكن الكتاب كان مقفول. كريم حس بارتياح، لكنه كان عارف إنه مش هينام بسهولة. بعد اللي حصل كريم قرر يتخلص من الكتاب. رماه في أقرب زبالة، لكن كل ما يبعد عنه كان يحس إنه في حاجة بتجذبه. في الليل سمع صوت همسات تاني، همسات بتقول: أنا هنا، مش هتقدر تتخلص مني. كريم قرر يروح لشيخ عارف يمكن يساعده. لما وصل الشيخ بص له وقال: الكتاب ده مسحور، اللي يفتحه لازم يواجه عواقب أفعاله. كريم حكى له كل حاجة، والشيخ قال له: لازم تقرأ سورة الفاتحة 7 مرات وتطلب من ربنا يحميك. كريم عمل اللي قاله الشيخ، لكن بعد كده الكائن رجع يظهر له في أحلامه. كل ليلة كان يحس إن في حد بيتجسس عليه. الكائن كان بيضحك وكأن اللعبة لسه مستمرة. في يوم قرر كريم يواجه الكائن. قعد في أوضته وفتح الكتاب تاني. الكائن ظهر، لكن المرة دي كريم كان مستعد. قال له: أنا مش خايف منك، أنا هواجهك. الكائن ضحك وقال: أنت مش هتقدر، أنا جزء منك دلوقتي. كريم حس بقوة داخله وبدأ يقرأ آيات من القرآن. الكائن بدأ يتراجع، لكن كان لسه قوي. كريم استمر في القراءة لحد ما الكائن اختفى في ضوء ساطع. بعدها الكتاب اتقفل لوحده وكأن السحر انكسر. كريم حس براحة كبيرة، لكن كان عارف إن لازم يكون حذر. الكتاب المسحور اتخلص منه، لكن الدرس اللي اتعلمه كان أهم. من يومها قرر إنه ما يقراش أي كتاب غريب تاني ويفضل بعيد عن الحاجات اللي مش مفهومة. لكن في أعماق قلبه كان عارف إنه الكائن ممكن يرجع يوم وهو مستعد يواجهه تاني.